الأخطاء عند كل اللعيبة أكيد موجودة، وإحنا دورنا كفنيين نشتغل على الأخطاء. إحنا هنا في مرحلة العرض، أنا ويوسف فرحات مواليد 2009. أنا ويوسف عامل مشترك في نجاح هدفنا. أنا علي العرض ويوسف عليه التصور والتخيل. دور يوسف هيجي في المرحلة الثانية، التنفيذ. هدفنا اليوم تصحيح الأخطاء من خلال التوافق. عندنا مشاكل كتيرة مع اللاعبين في التكنيك، والتكنيك عندنا هو عصب المهارة، والتكنيك عندنا بالكرة وبدون كرة. يوسف هنا بدأ بالسيطرة مع الدوران، وجري بالكرة وراح في المربع رقم 1. عندنا 4 مربعات، وكل مربع فيه كرتين، مع كل مربع فيه محطتين توافق. يوسف هنا شغال، ما عندوش أي مشكلة. هنا يوسف شغال وأنا أكيد شغال معاه. دوري أنا مع يوسف التقييم، وأول خطوة في التقييم ليا أنا كمدرب بالنسبة ليوسف هي النظرة الفنية. هنتكلم عن تفاصيل النظرة الفنية، التصور والتخيل والحفظ والفهم بالنسبة ليوسف ممتاز، ودي كانت نقطة مهمة جدا بالنسبة لنجاح هدفنا. أما الفنيات فبالنسبة ليوسف ماشي كويس جدا جدا. احنا شغالين على تصحيح الأخطاء وما عندناش أي مشكلة واحنا شغالين. برافو عليك، على رأي الكابتن مدحت شلبي. شكرا لنجم مصر والنادي الأهلي معلمي الأسطورة الكابتن بدر رجب. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى